تعرف ألفريد نوبل يا حكيم؟ اه، ده اللي اخترع الديناميت. برافو. تعرف اخترعه ليه؟ اه، عشان يفجروا بيه المحاجر والمناجم. كانت نيته خير يعني. طبعا. وأنا بقى هديلك السلاح من غير ذرة تأنيب ضمير، لأني بحس إن زي ألفريد نوبل. قول لي ليه؟ من غير ما اقول، انا عارف. أنا عايزك تقول ليه يا أخي. عايز أبرئ ذمتي. قول ليه؟ ليه؟ قلت لي ليه؟ لو افترضنا إن أنا رفضت إن أنا أديلك السلاح ده، وإن أنت كنت ناوي تعمل بيه حاجة تفيد بيها البشرية، ساعتها أنا هشيل ذنبك. لكن لو اديتك السلاح وأنت ناوي ترتكب جريمة، ساعتها يبقى ربنا هو اللي حطني في طريقك عشان يختبرك بيه. السلاح معاك، ترتكب الجريمة أو ما ترتكبهاش ده موضوعك، كده أنت مخير. لكن لو رفضت أديلك السلاح مش هيبقى قدامك غير حل واحد بس، وهو إنك ما ترتكبش الجريمة، وبالتالي تبقى مسير. أنت بقى من وجهة نظرك شايف الإنسان مسير ولا مخير؟ انت هتديني السلاح ولا لا؟ مش لما تجاوب على السؤال. انا ما يفرقش معايا، مسير مخير كله زي بعضه. كده الفلوس هتزيد. تزيد مش مهم، تزيد تنقص، المهم خلصنا. اوكي، كده حسابك 10 مليون ونص، والتسليم بكره. ايه؟ هتزود نص مليون عشان ما قلتلكش الانسان مسير ولا مخير؟ وكاش وبالدولار، والتسليم بكره عند الأمطار. جاهزين؟ جاهزين، بس اتفقنا كان ان احنا هنستلم بعد القنطرة عشان الكمين. نو نو نو، دي حسبة تانية خالص بقى، وهنرجع نعيدها من أول وجديد ونشوف الإنسان مسير ولا مخير، وموضوع كبير. لا 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 لا، خلاص خلاص، هستناك عند القنطرة. جود لك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.